ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت إشاعات تقول أن الفنانة الجزائرية سهيلة معلم تزوجت سرا وتخبي الأمر عن جمهورها والوسط الفني. الكل بدأ يتساءل واش الحقيقة؟ هل فعلا سهيلة دخلت القفص الذهبي في السر؟ خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في القناة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من أخبار المشاهير أولا بأول. مصادر مقربة من الفنانة نفت تماما هذه الأخبار، وأكدت أن ما يتداول ما عندوش حتى أساس من الصحة، وأوضحت أن سهيلة لو كانت ارتبطت فعلا كانت رايحة تعلن الخبر بنفسها لأنها تعتبر جمهورها جزءا من حياتها. وقالت في تصريح صحفي: لو كنت تزوجت والله نعلن الخبر بنفسي باش نشارك الفرح مع جمهوري، بس حنصور العرس وندير كلش قدام الكاميرات، هذا مستحيل يصرى. التصريح هذا لقى إعجاب كبير من متابعيها اللي قالوا برافو عليها، الفنان لازم يحتفظ بشوية من خصوصيته، ماشي كل حاجة تتشارك. ولما سألوها عن حياتها العاطفية ردت بكل هدوء: ما عندي حتى واحد في حياتي ومازال ما كتبش ربي، الزواج قسمة ونصيب. وفي حديثها عن الجمال والعمر كشفت سهيلة أنها بلغت 36 سنة وتفتخر بعمرها وترفض تماما عمليات التجميل، وقالت: كل تجعيدة عندها حكاية وربي خلقنا مراحل ولازم نمر بها كاملة. وهنا الجمهور تفاعل بقوة وقال: كلامها ذهب، طبيعية وصادقة، ماشي كيما اللي يبدلوا ملامحهم كل شهر. وهكذا تبقى سهيلة معلم فنانة راقية صريحة بعيدة عن الضجيج والفضائح، إضافة إلى هذا أنها قريبة من جمهورها ببساطتها وصدقها. وعلق البعض: ربي يوفقها، الناس لازم توقف الإشاعات وتخلي الفنان يعيش حياته عادي بلا ما يدخلوا في كل حاجة. وفي النهاية الزواج هذا قالت انه إشاعة، والحب والثقة بالنفس ديما حاضرين. وسهيلة باقية كيما نعرفوها، بنت بلاد راقية وكلامها موزون. خليونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من عالم المشاهير.